السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي متابعي قناة منوعات ست البنات. يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. رجعنا لكم فيديو جديد، فيديو عن صينية السمك المقطع. زي ما احنا شايفين الصينية دي انا عملتها، ويا رب الفيديو ينال اعجابكم. زي ما احنا شايفين حضراتكم السمكة دي جوزي جابها لي، وبحثت انا معرفش اسمها ايه بصراحة. بحثت على جوجل، طلع لي اسمها سلوار او اسم تاني اللي هو فيش كات. ايا كان اسمها بقى، فهي بصراحة طلعت سمكة جميلة جدا. هو جاب لي منها قطعتين واتنين صغيرين، اتنين كبار واتنين صغيرين. زي ما احنا شايفين انا كنت بنضفها اهو، بنضفها كويس جدا وبقطعها. انا بعد ما بدأت التنظيف وخلاص قلت لا اشارككم الفيديو معي، يعني اوريكم انا عملتها ازاي. بصراحة طلعت في منتهى الجمال. انا اول مرة كنت اجربها وطلعت ما شاء الله جميلة جدا. هي سمكة بصراحة طلعت ممتازة، سمينة جدا وما شاء الله. يعني ما انا فصها جميل وممتاز، وعملتها بطريقة الاولاد عندي في البيت اتبسطوا منها جدا. زي ما احنا شايفين انا قطعتها قطع ونقعتها في الليمون والخل، وسبتها فترة طويلة. زي ما احنا شايفين كده طلعت الدم اللي فيها. برجع اغسلها تاني واشطفها كويس من بعد ما تتنقع، بغسلها واشطفها كويس جدا، وهشوف هعمل فيها ايه بعد الخطوة دي. انا سبتها تقريبا ساعة منقوعة في المحلول بتاعها ده، عشان ريحة طعم الزفارة وريحة الزفارة وكده. تمام. انا عندي بقى مواد التتبيل بقى. هي بالنسبه لي كانت معظمها متخزنه. يعني بالنسبه لخلطه التوم دي انا خلطاها بصل على توم على جزر، دي عاملاها عندي في الكبه، وبخلطها زي ما احنا شايفين مع البهارات بتاعتي والملح، وبقلبها كويس جدا في بعضها، ومعاها شويه بقدونس على شبت من متفرز برضو. زي ما احنا شايفين كده بحط بين الفتحة بتاعتي، وبغرز صباعي كده في الفص وبحشيه. بحط من الخلطة بتاعتي فيها كده، وبسيبها بعمل كل القطع بتاعتي بنفس الطريقة. هنشوف كمان مرة. وبالنسبة للدقيق كده بفتحه بشقه كده بالسكينة، بس طبعا نكون حذرين جدا. وبحط بين الفتحتين بتوعه كده الخلطة بتاعتي دي. النتيجة هتكون معاكم صدقوني هتكون ممتازة، وطعم الفص بتاعه هيبقى اخد طعم وريحة وتتبيلة التتبيلة بتاعتي الخلطة بتاعتي دي. هنشوف مع بعض كمان قطعة. بالنسبة لقطعة الراس اهي بحط هنا، وبرضو الجنب ده والجنب ده بحط في الجنبين كده من على قد ما اقدر كده، يعني ايه، بحيث ان هي كلها تبقى فيها الخلطة بتاعتها. وبضغط برضو في الفص بتاع الظهر ده والناحيتين، وبحط التتبيلة برضو بحشيها كده، وبحط في الراس من قدام خالص برضو زي ما احنا شايفين كده التتبيلة بتاعتي، بعض التتبيلة، بحيث ان هي كلها تاخد طعم التتبيلة بتاعتي. بعد ما خلصت تتبيلة القطعة كلها والسمكتين اللي كانوا معايا، بسيبهم في برش عليهم برضو ملح وبهارات محطوطين على بعض. برش على السمك من بره، بحيث ان هو برضو يبقى متبل واخد طعم تملحته، بيبقى الفص كله طعمه حلو وريحته مقبولة جدا. بعد كده بجهز خلطة الدقيق بتاعي. الدقيق بتاعي بيبقى بحط مقدار معين من الدقيق على معلقة الدقيق بتاعي. معلش انا عشان بصور بايد وبشتغل بالايد التانية. الدقيق بتاعي بخلط الدقيق والبهارات بتاعتي والملح، وبحط القطع كده يمين وشمال، وبحطها بعد ما الزيت بتاعي يسخن قوي بحطه في الزيت، وبستنى لما الجنب بتاعه يتحمر، وبحط بقلبه تاني على الجنب التاني لحد ما يديني التحميرة اللون التحميرة اللي يعجبني. تمام. بعد كده بجهز التسبيكة بتاعتي. بقطع بصلة
وبحمرها يعني بصفرها كده، وبحط فيها معجون الطماطم وشوية بتاع خضرة، شبت وبقدونس من اللي انا مفرزاهم برضه. طالما انا ما عنديش جاهز طازة، بحط من المتفرز بتاعي. زي ما احنا شايفين كده انا جهزت الصينية بتاعتي. بحط طرنشات بصل او حلقات بصل تحت منها، تمام. وبرص القطع بتاعتي كده على البصل في الصينية. بعد كده بحط عليها تسبيكة الطماطم زي ما احنا جهزناها. بعد ما نجهزها زي ما احنا شايفين كده برصها بأي رصة، اهم حاجة ان هي تبقى مش فوق بعضها. وبحط زي ما احنا شايفين تسبيكة الطماطم بتاعتي كده فوق منها، وبعد كده برفعها على النار او البوتاجاز بتاعي زي ما احنا شايفين كده. صدقوني لو مشيتوا على الخطوات دي او عملتم بنفس طريقة التتبيلة هتديكوا نتيجة ممتازة جدا وطعم مفيش ولا اروع من كده. بسيبها على النار تاخد غلوة، يعني هي مش بتطول، هي رغم ان هي حجمها كبير، بس طبعا انا لما بتتحمر في الزيت هي بتعتبر يعني ايه استوت، فبتاخد غلوة مع الطماطم بعد ما سبكتها. بعد كده باخدها وبحطها زي ما احنا شايفين تحت الشواية، بحيث ان هي تديني التحميرة بتاعتها من على الوش وبتديلها طعم احلى بكتير. بعد ما بطلعها زي ما احنا شايفين اهو كده الصينية عندي بقت جاهزة للاكل. بصراحة الاولاد عندي في البيت اتبسطوا منها جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.